ازيكم وعاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. ديسمبر وبداية العد التنازلي لموسم الانتقالات الشتوية، وده موسم نشاط النصابين بتوع الزمالك، سواء بتوع السوشيال ميديا، بتوع الحصريات، او بتوع السكواتنج وسكوديتو، واللي بيرشحوا لعيبة. والزمالك كالعادة سوق تعرف تنصب فيه براحتك وتعمل فيه احلى مصالح. اعزائي مجلس ادارة نادي الزمالك، انت داخل على اختبار، معاك الاسئله بتاعته ومعاك الاجوبه. ففي حاله رسوبك في الاختبار ده، فهيبقى فشل متعمد، والفشل المتعمد يسمى حاجه تانية. اللهم بلغت، اللهم فشل. معاك الاسئله ومعاك الاجابات. على ما اعتقد كل شيء بقى واضح. على ما اعتقد احتياجاتك بقت واضحه. الموضوع مش محتاج لسكواتنج وسكوديتو اناليسيز انفورميشن مش عارف ايه، ولا محتاج اي نصاب، ولا محتاج اي حاجه. مبدئيا لازم يبقى عندك نوع من انواع التفكير المرتب المنطقي للفتره الجايه. يعني واحد، لازم تحدد احتياجاتك اللي هي كتير، بس الاحتياجات الضروريه دلوقتي انت فعلا محتاج 3 لعيبه: مهاجم ووينج شمال وخط وسط. ازيد من كده انت مش عاوز. لو معاك تصرف هات مساك. لو معاك، لو في رفاهية الصرف شوية هات مساك. مفيش يبقى خلينا في اول 3. يبقى مبدئيا تحديد احتياجاتك 3 لعيبة. انت ولا محتاج تجيب لي شقلة لعيبة، ولا انت عندك الرفاهية المادية اللي انت تجيب بال10 وال15 لعيب، ولا الكلام ده. مفيش. ده كلامك ان مفيش، وفي ازمه ماديه، وفي مش عارف ايه، وفي قشطه. فانت محتاج 3 لعيبه. دي نمره واحد. تحديد الاحتياجات. حددت احتياجاتك خلاص، هم 3 لعيبه. اما تيجي تحدد، حدد كمان ايه شروط اللعيب اللي انت محتاجه، ايه مواصفاته. ايه مواصفات اللعيب اللي يجي يلعب في الزمالك؟ ايه مواصفات اللعيب ده؟ مش شروه هي، مش تعالى وخلاص. حط مواصفات للعيب ده. سيبك من شغل الفيديوهات ونصب الوكلاء ونصب الناس بتوع السكواتنج سكوديتو اناليسيز. في شروط قبل الكوره اصلا، قبل الكوره كمان. اولا انه يبقى عارف طبيعه نادي الزمالك وطبيعه جمهور نادي الزمالك. يكون عارف انه بيلعب في فرقه مش فرقه هفق، مش فرقه وسط جدول، مش فرقه ما عندهاش اي تنافسيه، مش فرقه هيجي يهوي على بضانه زي سامسون وابراهيم نضاي وجيفرسون مش عارف ايه كوستا والكلام اللي انت جايبه ده واللي جم قبل كده. لا، انت لازم تكون لعيب فت، عارف يعني ايه افريقيا، عارف يعني ايه تنافس، عارف يعني ايه نادي الزمالك ان هو نادي بيسعى انه يفوز ببطولات. لازم يبقى عندك ده. فانت نفسيا كلاعب معد نفسيا للمنافسه، للمكسب. مش جايب لي واحد بقى تقول لي اصله لسه ما تاقلمش، لسه ما اتاخدش، لسه ما اتحنيكش. الكلام ده كلام بتبرروا بيه فشلكم في اي صفقه. الكلام ده كلام غير منطقي. جو انه لسه ما تاقلمش ولسه ما اتاخدش في طفرات. انا عارف ان في شخص هيجي تحت الفيديو يقول لي فلافيو كان يوم اسود يوم ما فلافيو قعد سنه ما جابش جوان وبعد كده بقى هداف. بس دي طفره مش كل يوم هتحصل يعني، مش كل يوم بتحصل الكلام ده. ثم انا سالتك قبل كده، فلافيو ما كانش بيجيب اجوان، بس الاهلي كان عنده ساعتها البدائل اللي بتجيب اجوان، فعشان كده صبر على فلافيو. انت ما بتيجي في الوقت الحالي، لا ده انت ما عندكش البدائل. انت جايب الناس دي عاوز تجيبها تلبسها فانيلا وشورت وينزلوا يلعبوا. فانت ما عندكش البدائل اللي تخلي الناس دي تاخد اريحيه في التاقلم. فانت محتاج لعيب يبقى فاهم يعني ايه زمالك، فاهم يعني ايه دوري، فاهم يعني ايه افريقيا، فاهم الكلام ده كله. فدي مواصفات. مش كل وكيل يجي لك
يلا. لا لا، مش بالحب. انت جبت 14 لعيب ما بننتفعش منهم غير بثلاث اربع لعيبه. ده فشل، ده اسمه فشل، وفشل ذريع. مش هنسميه حاجه وحشه لا قدر الله، يعني مش هنفرض ان هي السيئه، هنقول قله خبره. بتتعلموا في النادي مش مشكله، قشطه ماشي، مش هنقول حاجه تانيه. بس اعاده التجربه الفاشله بنفس النمط لا، ما يبقاش قله خبره. وهنفترض ان هي السيئه، افتراض ان هي السيئه في اعاده تجربه فاشله بتفاصيلها بنفس الخسائر حلال يا باشا، لازم افترض ان هي السيئه. انا كل اللي انا معاك ده بتجرب، بتتعلم. اتعلمت يا باشا؟ اظن مش هتتعلم في اكتر من 14 لعيب. فانت لازم يبقى واحد احتياجاتك 3 لعيبه، مواصفات اللعيب وشروط اللعيب، انه عارف يعني ايه زمالك، عارف يعني ايه تنافس، لعيب. يعني انا مثلا خط وسط عاوز طارق حامد، وينج شمال بن شرقي. ليه؟ الناس دي فاهمه الكلام ده. انا ولا محتاجين يتاقلموا ولا ما يتاقلموش، ولا فهمهم يعني ايه افريقيا ولا ما افريقيا ولا الكلام ده يا باشا، البس انزل العب. فلو في امكانيه للاتنين دول كتفاوض ويجوا بسعر كويس ويجوا الزمالك، هيوفروا لك كتير. لان انت اصلا بتروح تتفاوض مع شويه رمم يقلبوك في اعاره او يبتزوك فيها وتدفع الشيء الفلاني واسمها اعاره، ولكم في زياد كمال يعني عبره يا اولي الالباب يعني. فمش عاوزين ايه اللي هو شغل البعزعه، انت اصلا فلوسك قليله. يبقى زي ما قلت لك، في شروط ومواصفات للعيب اللي يلعب في الزمالك، ونمره واحد 3 لعيبه. هم 3، انت محتاج 3 لعيبه بس يقوموا لك الدنيا. سريه التفاوض يا سيدي الفاضل، انت عندك سريه. ما ينفعش انت تكون بتكلم لعيب والفضائيات مهب يقول لي ومش عارف مين على الفيس بيقول لي. فين سريه التفاوض؟ هو ليه احنا مجلسنا ده تحس ان اجتماعاته بتتعمل قدام الكشك، عند الكشك اللي قدام النادي؟ الادارات المحترمه عندها حاجه اسمها سريه تفاوض. سريه التفاوض يا بيه، محدش يعرف حاجه. الناس مش بتعرف حاجه غير اما الصفقه تبقى خلصانه وخلاص. مش كل واحد ليه واحد حبيبه، اسمع بس ده احنا هنجيب كذا، اكتب يد واعمل سبق، صاحب فلان صاحب علان، ادمن البيج الفلانيه، ادمن البيج العلانيه، زميلي اعلامي على قناه محمح. ده اسمه هبل، ده اسمه عبط، ده اسمه فشل، ده اسمها سويقه مش مجلس. يبقى في تالت حاجه سريه التفاوض. يبقى انت دلوقتي حددت 3 لعيبه، حددت مواصفات للعيبه وشروط معينه لازم تيجي نادي الزمالك، وفي سريه التفاوض مع اللعيبه دي. الرابعه حضرتك ودي المهمه جدا، مش هقفل التفاوض على وكلاء معينين ولا اتعامل مع وكيل سلط لعيبه عندي انها تسيب النادي. يا باشا ده سوق، اما تربط لي السوق ده على وكيل واحد يبقى في إن ملهاش بقى نية سليمة ونية مش سليمة، سوق. وانت يا باشا اللي عاوزه 3 لعيبة، ما تنقي يا باشا وتقلب في البضاعة يا باشا، وده يخش وده يخش وده يخش وده يخش، ونقي لي انضف حاجة بأحسن سعر. هتربطها لي على وكيل واحد؟ لا، الموضوع ده فيه وإن بايخ كمان. وقبل ما كل ده يتعمل، تجديد زيزو تجديد زيزو تجديد زيزو. يعني انت مطالب دلوقتي بالتجديد لزيزو، وده لعيبه، ده ستايل الشغل في موسم الانتقالات. بتحدد 3 لعيبه مواصفاتهم كذا، انا فاتح الدنيا كلها للوكلاء، اللي عنده لعيب كويس يجيبه،
في المفروض في لجنه متهيألي من لعيبه بتفهم لعيبه كوره، هم يقولوا ده ينفع للزمالك ولا لا ما ينفعش للزمالك، مش بالحب. حاجه كمان مفيش قمص، يعني مش انا اجيب لعيب وفلان يجيب لعيب من لا اشمعنى تاخد بتاع فلان وما تاخدش بتاعنا، لا اصل انا هديكوا يعني ما هو تاخدش بتاع فلان وتسيب بتاعه، لا احنا هناخد بتاعك كويس بس، هو ده اللي هناخده عشان ما ناخدوش كلنا في الاخر. عزيزي كابتن حسين لبيب، شيء من الديكتاتورية العاقلة ما يضرش، للمرة التانية بقول لك الجملة دي والله، شيء من الديكتاتورية للسيطرة على المجلس وإحكامه ما تضرش، ما تضرش. ما هو في فرق بين الديكتاتور الجعجاع يودي في داهية، وفي ديكتاتور عاقل بيستخدم ديكتاتوريته لأن هو شايف شيء. أصل أنت اللي هتتحاسب في الآخر، أنت اللي شايل المشاريب يا باشا، محدش تاني غيرك. فلو سقطتوا في امتحان يناير احنا هنشوفوا ان انتوا متعمدين تسقطوا. وقابل بقى، قابل يا اما تطلع بقى تقول لي حاجه تانية، لا ده مفيش فلوس ومش هجيب لعيبه من البدايه، انا اخري ممكن اجدد لزيزو بس. خليك واضح عشان ما نحرقش. لكن تروح بقى تجيب لي حماده سبيرتو وابراهيم المتاخد وسعد الحيران والكلام ده عشان تقول لي شفت انا عملت لك سكوديتو ماريكاتو وبناء على دول شويه نصابين اللي جابوا لك الكلام ده، وهي بتتقضى مصالح، ودول ما بيفيدوش الزمالك. واظن انت جربت موتيابا وجيفرسون وسيدي بابا نضاي وعاطف وما عاطفش والكلام ده، انت اللي طالع منه في الموسم ده كله بمين؟ عبد الله السعيد، ناصر ماهر، حمدي، ربنا يا رب يرجعه بالسلامه، وبنتايج. عندك مين تاني؟ ما عندكش. 4 صفقات من 14 صفقه، ده اسمه فشل. لما اجيب 14 يلعب منهم 4 ده فشل. فبلاش اعاده تجارب فاشله بنفس التفاصيل وتستنى نجاح، لا انا هشوفها ساعتها انت متعمد تفشل، والمتعمد يفشل ده اظن معروف اسمه ايه. يلا سلام عليكم.